اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولاء، ودي قناتي كيكات وحلويات. بصوا، النهارده حصل معايا موقف غريب اقول لكم عليه. آم، خبزت سبونج اللي هو في صاج 27 في 37، اللي هو سبونج 2 بيضه. فطلع لي الصاج بالمنظر ده. طب يا ربي، ايه اللي حصل؟ ايه يعني، في ايه؟ فانا بدوق كده جزء كده من السبونج، لقيته انا نسيت اصلا احط عليه سكر. يعني اتخبز من غير سكر نهائي. فقعدت بقى افكر يعني اعمل ايه. بص بقى، لو انت حصل معاك الموقف ده قبل ما تخبزيه، قدامك حل من اتنين. إيه، يا اما هتخبزيه وتعملي فيه اللي انا هعمله دلوقتي، يا اما تلحقي قبل ما تخبزيه تضربي سبونج تاني وتزودي السكر. يعني لو بتحطي 100 جرام من السكر تحطي 200، وترجعي تقلبي الخليط ده على ده، وبعد كده ترجعي تاني تقسميه. يعني ضربتي، انت خلاص ده ضربتيه وعرفت ان هو معلوش سكر، فهتركنيه على جنب. تضربي سبونج تاني خالص، مفيش اي مشكله من الاول، وتزودي السكر عليه، وترجعي بعد كده تقلبي الاتنين على بعض. فهتلاقي المشكله بتاعتك اتحلت والدنيا بقت تمام، وترجعي تقسميهم بقى عادي في السجون وتخبزيه عادي، مفيش اي مشكله. طب خبزتيه زي ما انا عملت كده وحصل له اللي حصل له ده. بصوا، انا هعمله قشطوطه. وطبعا القشطوطه كده كده احنا بنسقيه لبن. انا زودت السكر كده في اللبن شويه، وحطيت كمان معاه شويه من الجناش الشوكولاته الابيض. الجناش الابيض برضو يطعم كده معايا اللبن، ويديله يعلي التست معاه ويظبط الامور شويه. بصوا اهو، عملت الجناش وابتديت ايه زي ما انتم شايفين كده، هو لسه دافي. حطيته على اللبن. طبعا اللبن ده كان غليته وسبته لما هدي شويه. يعني ما كانش بارد وما كانش سخن، فاهميني؟ يعني دافي كده. حطيت عليه السكر وحطيت عليه الجناش، وهبتدي اسقي السبونج بتاعي. الكميه اللي انا عملتها السبونج ده، الصاج ده 27 في 37، مش اللي هو 30 في 40، اقل شويه. السبونج اللي هو 2 بيضه اللي احنا متعودين على المقادير بتاعته. هسيب لكم برضو المقادير بتاعته في صندوق الوصف، بس طبعا بالسكر مش من غير. لو هتعملي القشطوطه بسكر، راعي ان السكر يبقى اقل شويه. انا هنا مزوده السكر عشان اصلا السبونج بتاعي ما كانش عليه سكر. ده نص كيلو لبن وعليه جناش. انت حابه يعني تحطي عليه فانيليا، تمام. حابه ان انت تضيفي اي اضافات، بس طبعا يعني الجناش الابيض او النوتيلا البيضه احسن حاجه، عشان اللون طبعا بتاع السبونج ما يغيرش، لان ده فانيليا. بص اهو، انا حسيت ان ايه الجنب ده كده مع لسه يعني ناقصه كده شويه من اللبن، فابتديت ازود. طبعا الكميه اللي انت شايفاها دي نص كيلو، مش كتير ولا حاجه، بالعكس. يعني هو القشطوطه لازم تبقى غرقانه في اللبن. سبتها كده شويه، هتلاقي الاسبونج شرب اللبن بسرعه. ضربت بقى 50 جرام من كريمه عاديه، كريمه شانتيه. فردت كده الكريمه على الصاج. اغطي بيه بقى الجزء بتاع السطح ده كله اهو. هفرد كده زي ما انتوا شايفين، وهفرده كله زي ما انتوا شايفين. حابه بقى تقطعي وتحطيه في بولات، وبعد كده تظبطي الكريمه، تمام. بس انا حبيت ان انا اعمل الفينش بتاعه في الصاج، لان ده انا عاملاه للبيت، يعني ما كنتش عاملاه اوردرات او حاجه. وبرده لو هتعملي اوردرات ممكن تعملي بنفس الطريقه يطلع معاكي تمام. بصوا، انا حبيت اعمل كده اقسم الصاج على 6. جبت بقى بقيه الكريمه وابتديت اعمل خطوط كده اعلي بيها الجرنش او الشكل اللي هيبقى من فوق الفينش الاخير، علشان ما احطش الحاجات اللي انا هحطها على ال السطح كده على طول. يعني فاهميني؟ انا قلت ايه، اعمل زي خطوط كده تعلي معايا الشكل معايا شويه. اهو بصوا، عملت كده خطوط، وبعد كده ابتديت اشوف بقى الاطعمه اللي ولادي بيحبوها والفاكهه المتوفره عندي. انا جبت شويه من الفراوله، حطيت عليهم شويه من الجيلو الشفاف، وابتديت اوزع على اول واحده. طبعا لو عندك جيلو فراوله طبعا الموضوع هيبقى احسن. ما عندكيش ممكن كمان تحطي جيلو شفاف وتحطي عليه نقطه من اللون الاحمر، تمام، ده شغال وده شغال. ما عندكيش اعملي زي ما انا عملت كده بس اهم حاجه تحطي اي فاكهه تحط عليها جيلو، علشان تدي لمعه، وكمان ما تغيرش كده لونها او تحس ان هي دبلانه. حتى لو ده الكلام ده لو انت هتطلعي اوردرات، وبرده لو في البيت برده احنا لازم ناكل زي بتوع بره واحسن كمان. جبت شويه من الموز وقلبتهم برده في شويه من الجيلو الشفاف. وعايزه اقول لكم القشطوطه بالموز حكايه 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 بجد.
اللوتس ده بقى رحمة، يعني رحمة عندي بتحب اللوتس جدا، يعني هي اكتر واحدة مخلصة لي علبة اللوتس دايما، فهي من عشاق اللوتس. فانا اي حاجة فيها حاجة الرحمة لازم لوتس، يعني حتى تورتة عيد ميلادها لازم تبقى داخلها لوتس. اما الاوريو بقى محمد، يعني محمد من عشاق الاوريو، فدايما ده من الحاجات اللي بيحبها جدا. بصوا اهو انا حطيت كده، يعني كل واحد بيحب حاجة ابتديت احطها له. عبد الرحمن بقى ربنا يصلح حاله والله، يعني ما فيش حاجه بقول له عليها الا يقول لي يا ماما اللي انت شايفاه، اي حاجه بتعملها حلوه، اللي انت عايزاه يا ماما اعملي لي اي حاجه. ربنا يبارك لي فيه ويهدولي وعايزه والنبي دعواتكم بجد لرحمه وعبد الرحمن. ثالثه ثانوي خلاص الامتحانات، وانتوا عارفين فاضل 3 شهور. هما الاثنين ثانويه عامه، علمي وادبي، ربنا معاهم يا رب، ادعوا لهم بالتوفيق والنجاح يا رب كده، ربنا يقف جنب ولادنا كلهم. طبعا الاخيره الكريسبيات الملونه دي دندن. دندن ده انا الصغننه اخر العنقود، هي بتحب الحاجات اللي فيها الوان، فهي اختارت الكريسبيات الملونه دي. و كده انا عملت اليوم كلهم وعملت واحده زياده. طبعا حطيت شويه من الجناش الشوكولاته كده عليهم اهو، بصوا. اي بقى اطعمه انت عايزه تحطيها، عايزه تزودي بقى يعني اي توبنج براحتك خالص. المهم ان احنا عالجنا الموقف وعملنا حاجه كده تحليه سريعه بامكانيات بسيطه، يعني اي حاجه موجوده في البيت هتعجبكم ان شاء الله. جربوها. وطبعا القشطوطه لا غنى عنها يعني، وغنيه عن التعريف. يمكن انا يعني اخر واحده عملت الترند بتاع القشطوطه ده، حتى على قناتي القديمه برضو كان نازل ترند كتير جدا، وانا يعني يمكن ما جربتوش الا مره او مرتين. يا رب الفيديو لو عجبكم واستفدتوا منه ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتعليقاتكم الجميله اللي دايما بتفرحني، اللي دايما اصلا منسيه اللايك يعني اللايك ده مش عارفه ليه دايما منسيه فيه، مع ان هو بيرفع الفيديوهات. هبتدي انقلها كده معاكم واحده واحده. لو انت مثلا عايزه تنقليها في اطباق، اللي هي الاطباق البلاستيك، لو هتطلعيها اوردرات تمام. لو انت بقى زي كده هتنقلها في اطباق عاديه مفيش مشكله. انا هوريكم بس هي يعني بتتنقل معاكي بكل سهوله. هبتدي اسلكها خالص كده، يعني اقطع كويس واسلكها كده من الصاج زي ما انتم شايفين اهو. بصوا اهو عشان تبقوا عارفين ان هي عايزه تشتغلي فيها في الصاج تمام، عايزه تشتغلي بيها على طول في الاطباق تمام. بس يعني لو انت هتطلعيها اوردرات الاحسن ان انت بعد ما تعمليها يعني ضغطيها كريمه اول واحده، اول مره الفينش الاخير ده بيبقى حلو قوي لو هتعمليه في الاطباق على طول. بس لو هتنقلي زي كده مفيش مشكله اهو. بصي بتسلكيها كده وتجيبي اي حاجه هتكون عريضه تقدري تمسكي بيها علشان ما تتكسرش منك اهو. بصوا بس لو هتعمليها اوردرات الاحسن ان انت تفنشيها في العلبه بتاعتها. انا جايبه بس حاجه تانية تكون عريضه، هبتدي امسكهم قصاد بعض وهنقل بكل سهوله ان شاء الله. بصوا عايزه اقول لكم ان يعني ما شاء الله غرقانه لبن. هتجيبي بس اي حاجه كده تسند معاكي وابتدي، لان اول واحده وانا بشيلها كنت حاسه ان هي ايه، يعني لما شلتها بالقطاعه دي لوحدها حسيت ان هي هتقع مني، فجبت حاجه تانية اسند بيها، هي بتطلع معاكي بكل سهوله. كمان اللبن لما بتسيبيها لتاني يوم اللبن بيخلي طعمها تحفه، بياخدها في حته تانية بجد. والجناش اللي احنا حطيناه عليها كمان مع النوتيلا اهو. بصي دي كانت كده اول واحده، بصوا نقلتها وطلعت تمام، ولو تحطيها في علبه هتبقى تمام. دي كانت تاني واحده اهو. بصوا سهله وبسيطه وحاجه سريعه كده. والحاجات دي بتنفع في رمضان جدا، رمضان خلاص كل سنه وانتم طيبين. القشطوطه بتبقى من الحاجات برضو اللي بتشتغل في رمضان. بصوا انتوا شايفين. عايزه بقى تحطي اي توبنج تاني براحتك خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم وشكرا لكم.